البنات اليوم فيديو جديد وغسالة جديده غنحضروا غريبه ديال الكركاع واللوز كتجي بنينه بزاف. وبالنسبه للطريقه سهله، تبعوا المراحل وغتكون ناجحه معكم 100%. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 250 غرام ديال اللوز اللي كنهرمشوه على هذا الشكل. هو خضر، ما كنقيوه ما والو، كنحاولوا نطحنوا على هذا الشكل كيكونوا حبيبات على هذا الشكل، ما يرجعش عجين. كنحتاجوا نص زلافه ديال السكر سنيده، اللي عنده الميزان هي 200 غرام ديال سكر سنيده. وبالنسبه للوز ديالنا اللي ما عندوش الميزان هي رابعه ديال اللوز ولا زلافه كبيره ديال اللوز. غنحتاجوا جوج البيضات، عندي خماره كيماويه اللي ما نحتاجوهاش كلها، ملح، عندي هنا معلقه كبيره ديال العسل الحره، ما عندكمش تقدروا تعوضوها بالمربى. عندي هنا جوج معالق ديال الزبده، وعندي 250 غرام ديال الكركاع اللي كنقيوه وكنديروه في الفرن يسخن غير شويه باش كتحيد منه ديك المروره، وكنطحنوه حتى هو على هذا الشكل كي كتلاحظوا. كنخليو فيه هاد الحبيبات، ما كندعقوهش كاع وما كنخليوش فيه الطرف كبار. غندوزو للطريقه. وخاص يكونوا المقادير مضبوطه باش يكون عندنا ناجحه 100%. بالنسبه للطريقه كناخذوا الكوز ديالي اللي صايبنا على هذا الشكل، كنضيفوا ليه اللوز اللي حتى هو كنخلطوا النواشف كلها دقه واحده. ندير 250 غرام ديال الكركاع مع 250 غرام ديال اللوز، يعني بجوج كيجينا نصف كيلو ولا 500 غرام. بالنسبه الا بغيتو ديروا اقل من هاد الكميه ديروا نصف ديال المقادير. غنضيفوا سكر سنيده، هي نص زلافه صغيره، ولا اللي عنده الميزان يدير 200 غرام ديال سكر سنيده، ولا قياس كاس ونص ديال سكر سنيده. كنخلطوا المقادير كلها. كنضيفوا شويه ديال الملح باش كتبان لينا السكر. انا هنا درت المقادير ديالي في بول اكبر باش نخدم غريبه ديالي طريقه مزيانه. هنا كنضيف هاد جوج معالق كبار ديال الزبده وملعقه كبيره ديال العسل، تكون من نوعيه مزيانه. الا ما كانش متوفر تقدوا ديروا المربى ديال المشماش حتى هو كيجي مزيان. وانا غنضيف ثلاثه المعالق ديال ماء الصهر، تجيب فيها مذاق زوين. هنا كنخلطوا المقادير كلها على هذا الشكل. حاولوا الزبده والعسل اللي درنا نخلطوها مع المقادير كلها. كنخليو الخماره الكيماويه هي الاخرى، عاد كنضيفوا البيض. ونطلقاو من بعد ما نخلطوا المقادير كلها. من بعد ما خلطنا المقادير كلها غنضيفوا خماره كيماويه. بالنسبه انا عندي هذه ديال 7 غرام، ما غنديرش النص فيها، غندير اكثر من النص، غنخلي فيها غير شويه. اللي عنده ديال 8 غرام يدير فيها نصف خماره كيماويه. انا هنا غنخلي غير شويه من الباكيه ديالي، وغادي نضيف البيض وحده بوحده. كنديرهم دقه واحده على حساب واش تشرب لينا ولا لا. وغنبداو نخلطوا المقادير ديالنا
تقدر تجينا 2 بيضات حتى ل3 على حسب الحجم ديال البيض اللي عندنا. يعني ما خاصهاش تكون ثقيله وما خاصهاش تكون خفيفه بزاف. تنضيف وحده بوحده. تلاحظوا هنا بدات تجمع ليا، ولكن مازال ثقيله. غنضيف البيضه الثانيه وكنخلط المقادير كلها. كتلاحظوا كتجي على الشكل. ما خصهاش تكون ثقيله بزاف، حيت الا كانت ثقيله بزاف ما غتجيش معلكه من الداخل. الا كانت خفيفه بزاف ندخلوها للفرن وغتسيح لينا. كنحاول نخلطوا المقادير كلها على هذا الشكل. انا هنا صافي جوج بيضات كافيين، ما غنضيفش بيضه ثالثه حيت الا ضفناها غتجي سايحه بزاف. كنحاولوا نخلطوا مزيان المقادير ديالنا حتى تنسجم جميع المكونات، ومن بعد كنغطيوها ونخليوها تشرب واحد 10 دقائق، عاد كندخلوها الفرن ونتلاقاو من بعد ما نخليوها تشرب واحد المده ديال 10 دقائق. بعد ما خليناها ترتاح المده ديال 10 دقائق كتجي على هذا الشكل. كناخذوا سكر كلاصي فين غنفندوا الغريبه ديالنا والطبسيل اللي غيدخل الفرن. انا هنا ما عنديش بابي كويسون، دهنتوه بالزيت. اللي عنده بابي كويسون من الاحسن. انا غنبداو نشكلو كويران صغيره. من الاحسن دهنوا يديكم. انا درت شويه ديال الماء زهر دهنت به يدي باش ما تلصقش لينا، وغنديرهم بسكر كلاصي على هذا الشكل. بالنسبه انايا كنديرهم حجم ما كبيرش بزاف وما صغيرش بزاف. كتجي على هذا الشكل. كنستمر بنفس الطريقه. احسن تنكوروهم كاملين، عاد كنبداو نحطوهم في الطبسيل باش ما كنبقاوش نقيسو يدينا بسكر كلاصي ونجيو نديرو صايبو الكويرات ديالنا. تنستمر بنفس الطريقه حتى تنكمل حتى تيعمر ليا الطبسيل كامل. وعاد كنبدا نحيدو من سكر كلاصي ونديرو في الطبسيل ديالنا. كنبداو نفندوها مزيان في سكر كلاصي على هذا الشكل. كنحاولوا نخليوها على الحجم ديالها، ومن بعد كنبداو نهزو الغيبه ديالنا على هذا الشكل. كناخذوا الكركاع ديالنا كنزينوا به على هذا الشكل. كنحاولوا نحطوها غير من الفوق ما نبسطوهاش باش كتبقى في المنطق مزيانه. كنحاول نخلي لي سباس ما بيناتهم باش ما تجيناش تدخل الفران ما تلصقش على بعضياتها. كنستمر بنفس الطريقه. كنشعلوا عليها الفرن يطيب الوجه هو الاول، عاد كيطيب التحتاني ديالها. كنستمر بنفس الطريقه حتى تنكمل الغريبه ديالي كلها ونطلقها. من بعد ما توجدنا غريبه، من بعد ما خرجنا الغريبه ديالنا من الفرن كتجي على هذا الشكل. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو فيديو جديد وغسيت جديده.